بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا النهاردة إن احنا هنتكلم عن موضوع أنا عارف إنه صعب جدا جدا جدا، ولا سيما إن في تلك الأيام احنا يعني الواحد يعني في كل مكان الواحد صعب جدا إنه يغض بصره، ولو فتحت الحنفية حتى هتلاقي يعني نساء والموضوع بقى صعب جدا جدا، حتى يعني في الإعلانات وفي كل مكان يعني بيبقى صعب جدا جدا يعني غض البصر. ولكن احنا نحاول نتكلم على جزئية تانية خالص من غض البصر، ألا وهي المؤثرات الصحية والأضرار الصحية اللي وراء إطلاق البصر، عشان دي حتة مهمة جدا جدا. لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وهو الذي خلقنا، كان يعلم أن إطلاق البصر فيه ضرر شديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمسنا ويحفزنا على يعني غض البصر حينما قال أن النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها مخافة من الله عز وجل أبدله الحق سبحانه وتعالى إيمانا يجده في قلبه، وهذا حديث صحيح الإسناد. فنحن نقول إن مشكلة إطلاق البصر كالآتي، كما يقول علماء الطب، إن بيحصل إن أنت لما تطلق بصرك بتشوف امرأة، خاصة عند الذكور أكثر من الإناث، بتطلق بصرك وتشوف يعني امرأة أو كلام ده كله وكده، بيبتدي يحصل تفاعلات وإفرازات هرمونية جنسية معقدة جوه جسمك. الإفرازات والهرمونات دي يحصل جوه شهوة اللي احنا بنسميها شهوة، والإفرازات دي أو الهرمونات دي مفترض إن هي طبيا تفضل جوه جسمك بشكل مؤقت، لأن هي بتبقى زي غليان كده جوه جسمك وحاجة مسمومة تخش في الشرايين وتخش في الأوردة ولازم تخرج. لو فضلت جوه الجسم تجيب أمراض كتير جدا جدا جدا. طب لازم تخرج، فبتخرج بشيئين، يا إما بشكل شرعي سواء مع زوجتك أو ما إلى ذلك أو الاحتلام أو كده، يا إما بشكل غير شرعي زي العادة السرية أو الزنا. وبالتالي كل ده بسبب نظرة أنت بصيت، يعني كما نعلم أن النظرة هي سهم من سهام إبليس، وأن العين تزني وزناها النظر، فالإنسان يعني ينظر ويتمنى، تبتدي الإفرازات والهرمونات دي تبقى جوه جسمه، تبتدي تتحكم في جسمه، تبقى عايزة تخرج. طيب لو ما خرجتش وحصل كبت، يبتدي يحصل أعراض كتيرة اتكلموا فيه أهل الطب. قال لك ظهور رائحة كريهة من البدن وعند الإبطين والكلام ده كله. ضربات قلب بتبقى سريعة جدا، الشرايين بتبتدي تبقى توسع لدرجة ان هي بيكون سبب في مرض تصلب الشرايين، اعافانا الله واياكم. طبعا البروتوستاتا بيبقى عندك اشكالية في طبيا في تضخم البروتوستاتا، وده بيأثر بعد كده طبعا على الانجاب والكلام ده كله. بيبقى في احد اسباب وجود حصوات المرارة والحاجات دي كلها، كل ده بسبب اطلاق البصر. يبقى اللي خلقني وخلقك حينما يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، كان يعلم جيدا أن هذا الأمر ليس، أو هذا الأمر فيه ضرر شديد على الرجل. بل وإن كان في رجل من السلف كان ماشي مع ابنه، كان عنده 100 سنة، فشافوا زي جدول كده نهر صغير يعني، فحبوا أنه يعديه، فقام واثب واثبة وقام معدي الجدول ده. فابنه قال له يعني انت فعلت النطة دي ازاي؟ انت راجل عندك 100 سنة. قال له تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها لنا الحق سبحانه وتعالى في الكبر. فانت ما تطلق بصرك وتستخدم صحتك وانت شاب صغير، ما تزعلش لما تيجي تكبر وتلاقي ان انت بقيت كفيف او نظرك يبقى ضعيف، او ربنا عز وجل لم يحفظ لك تلك الجوارح. فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فدول نصيحتين مهمين جدا في الجزئية الصحية، وفي جزئية الحفاظ على نعمة البصر. طيب الإسلام ساعدنا كثيرا على ان احنا لا نطلق البصر، وساعدنا كثيرا ان احنا ممكن نخرج الشهوة دي في اشياء حلال. فاحنا للأسف الشديد بنعيش الفترة دي في فترة زنا، تحرش كثيرا. ده لازم نعرف ان نتيجة ان الشباب يطلق بصره، وان الشباب اصبح يعني جريء جدا جدا على المعصيه، وان برضو البنات في تزين وفي تبرج، وبالتالي بيحصل الكلام ده كله.
فالإسلام حذر المرأة من إن هي تمتنع عن الفراش لزوجها علشان ما نقعش فيه كل اللي احنا بنتكلم فيه ده. علماء الطب بيقولوا إن أنت لو حسيت بشهوة شديدة إن أنت تغتسل، فأكثر من الاغتسال. يعني لو أنت كنت في مكان فيه بنات وتبرج وكده، أو حتى الكلام برضو للبنات، وحسيت بالإثارة، إثارة الشهوة، اغتسل. طبيا ده الهرمونات والحرارة دي بتطفئها الماء. أمرك بالصيام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فليصم. فاللي يقدر يتجوز يا ريته انه يتجوز، واللي ما يقدرش يصوم. دي من الأمور. من الأمور التانية نهى عن اتباع النظرة الأولانية بتكون عليها، والنظرة التانية عليك، لأن أنت بقى اتباع النظرة في النظرة، فالعين تزني وزناها النظر، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. بتقع بعد كده في الإيه؟ في المحظور اللي احنا بنتكلم عليه، اللي له بعد كده أخطار صحية زي ما احنا تكلمنا عليه. نهى الإسلام عن وحذر المرأة من التبرج وإظهار الفتن والكلام ده كله. فحتى قال الحق سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. كل هذه الأمور جاءت في سورة النور. يعني المرأة اللي تفعل الكلام ده جاءت في سورة النور، من منطلق أنها بتبقى كالنور عند الحق سبحانه وتعالى. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على العطر، حتى إن ممكن البنت تكون حاطة يعني برفيوم يكون ريحته يعني فزة، فيبتدي إن الناس أو الشباب يبتدي يفتن بهذا الأمر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت أو عندها من العطر ومرت على قوم فهي يشم رائحتها فهي زانية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في هذا الأمر. كل ده علشان نبعد عن الجزئية بتاعت ان يحصل اللي احنا شايفينه دلوقتي من تحرش وزنا وما الى ذلك. حذر الشرع الخلوة بالاجنبيات. يا جماعة لا يجوز ابدا ان رجل وامرأة يجتمعان في باب مقفول. الخلوة الغير شرعية دي لا تجوز. يعني ما ينفعش يكونوا قاعدين في أوضة مقفولة بباب مقفول فثالثهما الشيطان. فحرم الشرع كل انواع بقى ايه الخلوات بالشكل ده. حرم الشرع السلام حتى اللمس المرأة، ولا تقربوا الزنا. وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: لم يصافح النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة قط في حياته، بل كانت مبايعته الكلام. كانت تيجي النساء تقول يعني نبايعك يا رسول الله على ألا يسرقنا ولا يزنين وما إلى ذلك، فيقول بايعتكن. كانت مبايعته الكلام ولم يصافح امرأة قط. فأنا أنصحك إن أنت اقفل الباب من بعيد، ولا تقربوا الزنا. اقفل الباب من بعيد. حاول إن أنت طبعا تتزوج، فإن لم تستطع فصم. ابعد عن الأماكن اللي أنت مش قدها. يعني أنت ما تروحش أماكن أنت لا تستطيع إن أنت تمسك شهوتك فيها. وغض بصرك لله عز وجل. غض بصرك عشان خاطر الأمراض الصحية اللي احنا قلنا عليها دي. غض بصرك والحق سبحانه وتعالى سيعطيك يعني الأجر العظيم، وهتبعد عن كل الآثار دي كلها. فدي كانت رسائل بسيطة ان اطلاق البصر في منتهى الخطورة. وانا اعلم جدا ان انا بكلمك على موضوع في منتهى الصعوبة في هذا الزمان. اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من زمان، قال: ما تركت من شيء اضر على الرجال من بعدي من النساء. النهارده يا جماعة ده حتى اعلانات التلفزيون عن حلاقة الذقن حتى بيجيبوا فيها بنات. يعني النهارده النساء بقت في كل حاجة. ومع ذلك أنا أقول لك غض بصرك، ده أولى لك وأولى إن أنت ربنا عز وجل يعني يعافيك من كل الأمراض اللي احنا قلناها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك.